إخواني أخواتي، حياكم الله أينما كنتم. مرحبا بكم من جديد مع الإعلامي والحقوقي أحمد قرماط بموقع كارمات بريس. خوتي المغاربة، اليوم كنتواجدوا بإقليم سيدي قاسم، جماعة الحوافات، القرية الرسمية. كيف سابقا قلنا مرارا وتكرارا، عند مجرد نزول زخات مطرية قليلة كنشاهدوا واحد الأزمة ديال انقطاع الكهرباء بالعالم القروي. السؤال المطروح: ما هو المشكل في هذا الخلل ديال انقطاع الكهرباء بعد نزول زخات مطرية قليلة، مع العلم أن هناك محلات تجارية كيتواجدوا بها مواد غذائية. هاد المواد الغذائية اللي تقدر تكسد، وكذلك عندها سونطرات ديال الحليب، يعني واحد المجموعة ديال الأشياء اللي كيضيع فيها المواطن المغربي وكذلك أصحاب المحلات التجارية. يبقى السؤال المطروح: ما هو سبب انقطاع الكهرباء بالعالم القروي؟ السؤال الثاني المطروح: لماذا بالعالم القروي دائما مجرد زخات مطرية قليلة كتشوف أزمات التي يعيشها أو تعيشها هذه الساكنة، ساكنة القرية الرسمية التي توجد بجماعة الحوافات إقليم سيدي قاسم؟ هل كل هذه الأعمال الموجزة بالعالم القروي بما فيه الماء الصالح للشرب والكهرباء وما يسمى بصفية دورة المياه الواد الحار تبقى مجرد أعمال مغشوشة؟